بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا ومرحبا بكم في قناة حمدي الدمرداش للتنمية. موعدنا اليوم مع سلسلة فصل الكلام في تفسير الأحلام. وإذا رأيت أحد هذه الأحلام فانتظر رزقا واسعا وفرجا قريبا. هل رأيت في منامك رموزا غريبة؟ ربما يكون حلمك ليس مجرد خيال بل رسالة من السماء. هناك رؤى معينة لا يراها إلا المحظوظون فقط، تدل على رزق قادم وتفريج للكرب وزوال للهم. وفي هذا الفيديو سنكشف لك 5 من أقوى الأحلام التي تدل على الفرج والرزق الوفير القريب. تابع معنا للنهاية، فقد تكون أنت من المحظوظين الذين بشروا بالخير دون أن يعلموا. ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. نقول وبالله التوفيق، وبعد الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذه المبشرات رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. فرؤيا النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الرؤى التي يمكن أن يراها الإنسان، وهي بشارة بالخير والفرج والرزق الواسع والخروج من الهموم. وهي رؤيا حق، لأن الشيطان لا يستطيع التمثل به صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. فمن كان مهموما أو مديونا ورأى النبي صلى الله عليه وسلم فرج الله همه وسد دينه قريبا بإذن الله. ومن كان مريضا ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه فهي بشرى بالشفاء العاجل بإذن الله. ورؤيته صلى الله عليه وسلم في المنام بشرى